بقى عشان يدخلنا بقى. هو عنده الكلام هنا كله عندي انه 25 مليون للاهلي واربع لعيبه واسمها دي بيراميدز هيدفع 30. طب افرض انا قلت انا موافق، خلاص هيقول لي بال 30 بتوع بيراميدز. طب انا موافق. يقول لي طيب انا عايز بقى في اللعيبه مثلا امام عاشور وزيزو، اي تعجيز يا محمد يا مسلحي يا اخويا يا حبيبي يا صاحبي. اللي بيحصل ده صفقه مشبوهه. لاول مره في التاريخ نادي يستغنى عن بطوله لنادي تاني. بطوله السوبر في السله النادي الاهلي قال لك انا مش عايزها، بهديها لمين؟ لمحمود الاخ محمد مسلم. مفيش كده في الرياضه. لا ما هو احنا كده غلبنا المراهنات. هي المراهنات يعني اللي هي ممنوعه في العالم المحترم. المراهنات انك انت بتخلي الولد ده يجيب جونين في نفسه علشان اللي حط فلوسه على ان هو هيتغلب الفريق ده كذا يكسب. هو حضرتك ما هي دي مراهنه. انت راجل الماتش بتاعك وقع السور وانت كنت لاعب فارق 20 بونت مثلا او 22 بونت انا ما اتذكر. تمام؟ اللائحه بتقول ايه؟ ان الماتش يجي في النقطه دي انه هي دي خلاص ونكمل. كان فاضل 9 دقايق، ممكن 9 دقايق دول الاهلي يكسب. تمام؟ لكن انك انت عمال تديله بطوله، فين جمهور اسكندريه يا جماعه؟ انتوا موافقين على اللي بيحصل دوت؟ قولوا لي مين اللاعب اللي النادي الاهلي اداهولكم في التاريخ كله؟ مين؟ قولوا لي اسم. هاتوا لي اسم. انما احنا عندنا خالد قمر وعندنا سيسي وعندنا حازم امام وعندنا اوباما جالكو، تمام، وعندنا محمود علاء. لا احنا تاريخ معاكم. فكونك يا محمد مصاحب محمود الخطيب، لا مفيش كده في الرياضه. لا، وانت واخد قرار الواد ما يروحش الزمالك، بس انت قدام مصر كلها انا قلت لك كلمه: الرجل كلمه، الرجل موقف. انا هقول لحضرتك على حاجه عشان بس ان انا اقولها على الملأ والراي العام عشان الناس تبقى عارفاها. انا قبل ما اتكلم مع حضرتك دلوقتي حالا من 5 دقايق كان في مكالمه تليفونيه بيني ومستشار مرتضى منصور. عظيم. وبيني وبين الكابتن امير مرتضى منصور. ومحمود علاء كان عنده في مكتبه. وبيستاذنه عشان يروح نادي الاتحاد السكندري. علما ان انت اكيد الناس هتقول ايه؟ طب نادي الزمالك دلوقتي بيطلب مروان عطيه، طب ليه نادي الزمالك يدي محمود علاء لنادي الاتحاد؟ طبعا هو مستشار مرتضى منصور متفهم موقفي انا كنادي الاتحاد. ايوه. وان مروان ده لاعب واعد، لاعب لسه في منتخب مصر صغير. ولكن من خلال حضرتك لازم اقولها وبوضوح: مستشار مرتضى منصور خلال 5 6 سنين اللي فاتوا متهيألي رئيس النادي الوحيد في مصر اللي واقف على نادي الاتحاد. رئيس نادي الاتحاد، رئيس النادي الوحيد اللي ايه؟ اللي في مصر اللي واقف جنب نادي الاتحاد. اللي واقف جنب نادي الاتحاد. بصراحه. بصراحه انا عمرنا ما طلبنا منه لعيب واتاخرنا. فهو دلوقتي لما يجي يطلب مثلا مروان عطيه وانا استاذنه، مع ان العرض المالي محترم وعرض اللعيبه محترمه، ولكن انا عشان موقف نادي الاتحاد ومحتاج ان انا ابقى على قوام الفرقه، فانا قلت له لا. يعني الوعد اللي بياخده مني على الهوا دلوقتي لما تم بيع مروان عطيه هيتباع لنادي الزمالك. فعلا. طبعا. انا بقول لحضرتك اهو. ليه؟ اللي انا شفته كده. يعني انا حضرتك راجل ما تاخرناش في حاجه. حتى لما موضوع انس لما حصل انه وقع هنا ووقع هنا والقصص والحكايه والروايه، برغم علاقتك الطيبه انت برضو وانه يعني في علاقه يعني قويه ما بينك وما بين الاستاذ مرتضى، الا انك برضو اصريت على الحقوق الطبيعيه واتكلمت واتفهمت والامور عدت يعني. على فكره يا كابتن ابراهيم لما كان بيحصل حوار بيني وبين المستشار مرتضى منصور في موضوع انس اسامه بالذات، انا بقول له جه نادي الزمالك مبروك، هو جه نادي الاتحاد خلاص مبروك. في غلطه الواد مثلا مضى هنا ومضى هنا، ده موضوع تاني. ولكن في الاخر العلاقه الوطيده اللي تجمع بين جماهير نادي الاتحاد وجماهير نادي الزمالك واداره نادي الاتحاد واداره نادي الزمالك عمرها ما هيشوبها اي نوع من الخلل. صحيح. اذا حضرتك تعد على الهواء مباشره رئيس نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك بانه مروان عطيه اذا حصل وخرج من نادي الاتحاد السكندري سيخرج الى الزمالك مباشره وليس الى اي نادي اخر. ده وفقا لشعورك بالحاله اللي بيعملها نادي الزمالك والوقوف اللي بيعمله الاستاذ مرتضى جنب النادي خلال السنين اللي فاتت، وتفهمه لموقف حضرتك فيما يتعلق بمروان عطيه، وايضا كمان ترحيبه بانه محمود علاء ينضم، لانه هو برضو خد بالك انه جماهير الزمالك زعلانه. يعني بيقول لك طب ما احنا
يعني ما هو انت مروان اللي احنا كان نفسنا فيه انت ما اديتهولناش، واحنا دلوقتي محمود علاء بيخرج، فبرضه اسمع من حضرتك ردك ايه على الجزئيه ديت. بص انا ده كلام يعني مع كبار رئيس نادي ورئيس نادي، وحصل حوار، وزي ما قلت لحضرتك احترام واجب، والكلام ده كان بوضوح. مروان لو طلع هيطلع لنادي الزمالك محترم يحكم عليك. وانا لما قلت لك عبد الرحمن الشرقاوي في حسين سائرا، طبعا ما تعرفش مين عبد الرحمن الشرقاوي اصلا. هتفتكروا عبد الرحمن بتاعنا ده الكابتن الكبير اللي كنا معمول صاله باسمه دلوقتي الحضانه، عاملين له حضانه باسمه عبد الرحمن فوزي. وقال لك الكلمه نور والكلمه نار، كلمه تطلعك وكلمه تنزلك. الرجوله كلمه. رقبتك مش جاي دلوقتي تقول لي 25 مليون واربع لعيبه طب ما هو الصفقه كان فيها محمود علاء. انا خدت منك جنيه في محمود علاء لانك انت التزمت قدام مصر كلها الولد مش هيتباع. ما قلتش ساعتها بقى ايه لا على سعر، ما قلتش. انت عارف لو قلت ده لا على سعر مش هديك محمود علاء، لكن انت قلت لن يباع يطلع من نادي الاتحاد السكندري الا على نادي الزمالك. لو قلت اعلى سعر وبعدين جاي تقول لي دلوقتي رغبه الواد، فقلت لك ماشي رغبه الواد، تعالى يا ابني رحنا ماضي على العقد تمام ومضى رغبه، ما هو قدامك اهو. فربنا يوفقك ويسدد الشيكات على اللعيبه. الحمد لله احنا دافعين المقدمات كلها الحمد لله. نيجي بقى للي عمالين يقولوا نادي الزمالك حشاشين. لا احنا ما عندناش محمد عباس، وهنشرح القصه دي بس في فيديو تاني. ما عندناش محمد عباس، دخل السجن اصلا. ما عندناش كهرباء. يا راجل انت عارف كهرباء بيعمل ايه؟ ما عندناش. عندنا مدير نشاط رياضي، فريق السله بنات كبار تمام، كلهم يتسرحوا. نعم؟ كلهم يتسرحوا، وهنلعب ب 18 سنه لو كانوا كويسين اللي هم العيال الازهر يعني تمام. دول بقى يروحوا يتجوزوا وربنا يقعدهم في البيت يعني كده، كل واحده بقى تتعلم تعمل محشي جوزها ملوخيه الحاجات دي تتعلم تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين لعبه كره الماء تمام. الفريق اللي مش قادر سرح، يعني فريق اللي مش قادر سرح، ما تديلوش نفس. الافندي تديله نفس وهو بيغرق في حاجات اصلا. عندنا فريق السله ما شاء الله عمال يكسب، عندنا اليد ما شاء الله بيكسب، عندنا الطايره ما شاء الله بتكسب، القدم طبعا الحمد لله، وان شاء الله هيكسبوا بامرك انت يا رب باذن الله ان شاء الله. كل المشاكل بنقفلها احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله. وزي ما بقول وقلت قبل كده، الرياضه مكسب تعادل وخساره. مفيش فريق في العالم. ادينا شايفين ليفربول اللي كان مكسر الدنيا مش كده؟ شايفين السنه دي عامل ازاي؟ تقريبا ترتيبه السادس او السابع تمام. ف جمهور الزمالك العظيم خليكوا ورا فريقكم او فرقكم، مالكوش دعوه بيا انا قلت قبل كده اللي معايا ربنا، مالكوش دعوه بيا انا خالص، مش عايز حد يدعمني، بس في نفس الوقت مش عايزكم تقعدوا بقى تضربوا في العيال وتضربوا في المدرب وتضربوا في مش انتوا العيال اللي هي مأجوره، العيال اللي هل في صفقات ولا